في مثل بيقول من أمنك لم تخونه ولو كنت خاين. بس يا ترى نعومي هتعمل كده؟ بتبتدي أحداث الحلقة ال14 لما تيا بتكون مع المحققة وبتحكي لها عن إن تيا بقى خلاص عندها هوس بإن هي لازم تجمعنا حواليها، ولكن إن إحنا بدأنا نبعد عنها علشان كده عملت اللي هي عملته ده. يا ترى عملت إيه نعومي؟ وبنرجع بالأحداث لما تيا راحت لأدهم واستنته تحت بيت ريهام، وساعتها قال لها هو إحنا بنراقب بعض ولا إيه؟ فتيا بتاخد تليفون أدهم وبترميه في العربية وبتدي إشارة للسواق إن هو يمشي بعيد بالتليفونات بتاعتهم، وبتقول له أدهم إحنا محتاجين نتكلم. وبعدين بتحكي له إن نعومي مهكرة موبايلات الشلة كلها، وتيا هنا بتكون خبت عليه نص الحقيقة، ما قالتش أصلا إن هي كانت شريكة نعومي من البداية. ولما بيسألها طيب إحنا بعد كده هنتكلم إزاي، بتقول له إن إحنا إن شاء الله هنلاقي طريقة. ولما السواق يرجع ويجيب التليفونات عايزين نعمل كأننا قافشين على بعض. وفي نفس الوقت هنا ونادين بيكونوا في المستشفى، ومامة هنا بتنده عليها وبتقول لها عملتي التحاليل ولا لا؟ فبتقول لها يا ماما انا داخله على امتحانات. بتقول لها امتحانات ايه واختك تعبانه؟ فهنا بتقول لها يا ماما اتاكدي ان لو حياه نادين واقفه على العمليه دي وعلى التحاليل اللي انا لازم اعملها انا كنت عملتها على طول وما همنيش اي حاجه. وبعدين تيا لما التليفونات بتيجي بتاخد تليفونها وفعلا بتعمل نفسها ان هي قافشه على ادهم، وادهم بيقول لها خلاص هنتكلم بعدين وابقى اشوف انتي عرفتي مكاني ازاي. بعد كده تيا بتروح لنعومي وبتقول لها انا عايزه اندم ادهم على اللي عمله فيا ده، انا مش لعبه في ايده. ونعومي بتقول لها طبعا هساعدك بس بشرط ان انت ترجعي تاني بتاعت زمان. بعدها ادهم بيروح يدور على اخوه احمد وبيبقى هيتجنن عايز يعرف هو لسه عايش ولا مات، لكن للاسف ما بيعرفش يوصل لاي معلومه. بعدها تيا بتقول لنعومي خلاص انا كده كده قررت ان انا اكبر دماغي من ادهم، هو كده كده هيسيبني. فنعومي بتقول لها لا لازم انت اللي تسيبيه مش هو اللي يسيبك. بعدها تيا بتروح لادهم وبتقول له ان انا عايزه اتكلم معاك، وبتساله فين تليفونك فبيقول لها ان هو هناك في الشنطه بتاعته. فبتقول له تمام، وبيقول لها انت مش خايفه وانت بتتكلمي دلوقتي وتليفونك معاكي؟ قالت له لا انا متاكده ان انا تليفوني مش متهكر. فبيسالها ادهم وعرفتي منين؟ فبتقول له تيا في حاجات كتير انا لسه ما قلتها لكش، خليني احكي لك من البدايه. الموضوع ابتدى لما رحنا علشان نقابل مايا، وقتها نعومي اتغاظت منها جدا وقررت ان هي تهكر تليفونها، مش بعيد كمان تكون هي اللي بعتت لها حاجه وخلتها تنتحر او تموت نفسها. بعدها عرفت ان هي مهكره كل تليفونات الشله علشان هي بتثق فيا، قالت لي الموضوع ده. نفس الوقت عم ملك بيكون جه علشان ياخدها من الجامعه، تجري هي ويزن علشان يهربوا، ولكن ما بتبقاش عارفه ان عمها واقف مستنيها الموتوسيكل بتاع يزن علشان ارقامه ظهرت في الكاميرات وهي بتهرب معاه. لسه تيا بتكون مع ادهم في الملعب وبتقول له انت لازم تخف، وبتديله دواء بتقول له ان الدواء ده بيسرع من عمليه الشفاء، وهو بيقول لها ان ده كده زي المنشطات بالظبط. فبتقول له ايوه بس مش بيبان في التحاليل. ولما بتحس ان ادهم قلقان فبتقول له خلاص براحتك هو معايا وقت ما تحتاجه هتقولي وادولك. بعدها يزن بيخرج بيلاقي عم ملك واقف في وشه وجايب بلطجيه علشان ياخدوها، ولما يزن بيحاول ان هو يمنعه من ان هو ياخد ملك بيتخانق معاه وبيمسك فيه، وساعتها الامن بيتلم وصحاب يزن كلهم بييجوا، وكمان دكتور حازم بيجي علشان يفض المشكله دي. وبعدين بالليل ادهم وهو عند ريهام ابوه بيجيله وبيقول له هو ده الشغل يا ادهم، هو دي المشاريع اللي انت بتعملها؟ ادهم بيكلم تيا وبيقول لها ان نعومي قررت ان هي فعلا تنتقم مني. يسالها انت متاكده ان المنشطات دي مش بتظهر في التحاليل؟ فبتقول له ايوه. فبيقول لها تمام ماشي. وبعدها ادهم بيقعد يعيط لان هو اخوه وحشه جدا، وباين ان احمد كان شخصيه رياضيه. كتبت الفيديو ده ومنتجته وسمعته بصوتها هي فاطمه عادل، ده اللي هي انا. وما تنسوش تتابعوني لو انتوا بتحبوا الملخصات او بتحبوا الفويس اوفر. سلام.